يا عم والله العظيم هو مارادونا. ايه ده؟ طب بقول لك ايه، طالما انت جيت هنا، طب تعالى احكي لك على قصه مارادونا لما شرب البرازيل كلها مخدرات. ده اشمل اللعيبه ونزلهم مش شايفين قدامهم في الملعب. يلا بينا يا عم. بالنسبة لجمهور أي بلد في العالم أو أي منتخب من العالم، دايما بيبقى عندك ماتش كده اللي هو مش قادر أنساه، سواء ماتش كويس أو ماتش وحش، سواء ذكرى حلوة أو ذكرى منيلة بستين نيلة. زينا كده في منتخب مصر مستحيل أقدر أنسى سواء جون أبو تريكة في كوت ديفوار 2006، جون أبو تريكة في الكاميرون 2008، يا عم جون جدو في غانا 2010. مش هنقدر ننسى أي جون من الأجوان دي اللي جابوا لنا بطولات ما فيش زيها. مش هنقدر ننسى جون محمد صلاح في الكونغو ضربة الجزاء اللي في الدقيقة 92 اللي طلعتنا كاس العالم اخيرا بعد 28 سنه. مش هنقدر ننساها. مش هتقدر تنسى ماتش مصر والجزائر 2009 اللي رحنا لعبناه في السودان، الماتش الفيصل واتغلبنا 1-0 بعد ما كسبت هنا 2-0 بجون عماد متعب برضه في الدقيقه 90. كل الماتشات دي ما تقدرش تنساها وهتفضل معلمه في ذاكرتك كمشجع كوره، لان ده منتخب بلدك. الحاجات دي مؤثره. طب تعالى معايا كده احكي لك ايه الماتش اللي منتخب البرازيل لعبه وجمهوره مش هيقدر ينساه في حياته. الماتش ده هو ماتش الارجنتين في بطولة كاس العالم 1990. طب هتقولي ليه؟ الماتش ده طول الماتش البرازيل كانت احسن من الارجنتين 100 مرة. البرازيل كانت واكلة الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. مدافع البرازيل وقتها كان اسمه برانكو. برانكو ده كان مكلف ان هو يا باشا يبقى ايه، لزق في لزق في دييجو ارماندو مارادونا. وما بالك وما ادراك ما دييجو ارماندو مارادونا، يعني كلنا عارفينه الراجل. يعني بنقول ها مين احسن، مارادونا ولا ميسي، مارادونا ولا بيليه؟ الراجل ما بيخرجش بره المقارنه يعني. بس اللي حصل للماتش ده ان فعلا برانكو طول الماتش كان مع مارادونا زي دول ما سابوش. برانكو كان احسن من مارادونا. برانكو قدر يوقف خطوره مارادونا. برانكو ادى البرازيل الادفانتج طول الماتش لحد يا باشا لما جه الشوط الثاني ووقع مارادونا في الملعب، مسك رجله قال لك يا رجلي مش قادر. نزلوا لي الجهاز الطبي. ايه اللي حصل لما نزلوا له الجهاز الطبي؟ الجهاز الطبي بينزل بقى بالمعدات بتاعته بالشنط بتاعته بالكلام ده كله بالميه. اللعيبه بتبدا تشرب ميه. طبعا انت في ماتش كوره، احنا مش في حرب يا عم. انا لعيب برازيلي وانت ارجنتيني معاك ازازه ميه هات بق عطشان، يعني الميه ما تعديش على عطشان، يعني ده ثواب. وده اللي حصل في الماتش. لعيبه البرازيل اتجمعت قريبه من مارادونا اللي كان واقع على الارض، راحوا للجهاز الطبي. اللي منهم كان بيطمن على مارادونا، اللي بالمناسبه منهم برانكو كان رايح يطمن على مارادونا. كان الجهاز الطبي نازل معاه ازايز ميه لونها اخضر. والله بقى يا عم قال لك لونها اخضر بقى دي فيها عصير، فيها بقى حاجه تدينا باور، فيها ايا كان، احنا عطشانين عايزين نشرب. مارادونا خد شويه الازايز دي ادى لبرانكو وادى مش عارف مين وادى مش عارف مين. حتى يعني انا مش متذكر اسم مين لعيب الارجنتين اللي راح يشرب ومارادونا قال له لا في الملعب، قال له ما تشربش منها. لعيبه البرازيل اللي شربت الميه دي بعدها على طول باشا بدا ايه بقى، بطني بتتحرك، معدتي وجعاني، اعصابي سايبه، انا مش قادر اجري، شويه عارف جسمي بدا يبرد شويه، خمول في العضلات. بداوا يحسوا بده. وده اللي خلى الارجنتين الشوط الثاني تركب الماتش بسرعه وخلى مارادونا يعدي من برانكو في اكتر من واحده وقدر يهرب من الملاصقه بتاعه برانكو علشان يصنع الجون الاولاني للمنتخب الارجنتين اللي كسب الماتش بسبب الحركه دي. طب هتقول لي يا عم المشكله ما نزلوا الارجنتينيين في الشوط الثاني قلبوا الدنيا ولعبوا حلو ومدرب وبتاع وكربجهم وعمل زي حسن شحاته ورمى عليهم الثلاجه في اوضه اللبس فنزلوا كسبوا؟ لا. في سنة 2004 مارادونا طلع في لقاء صحفي وحكى على القصة دي. حكى ايه؟ قال لك ان المية دي هو كان حاطط فيها مهدئات، كان حائن في المية دي كلها مهدئات، وكان حاطط الخطة دي علشان لو الماتش مشي زي ما كان ماشي والبرازيل هي اللي مسيطرة ان هو يديها لعيبة البرازيل كلها علشان يوقعهم. مارادونا اللي حكى مش انا ماليش دعوة. تمام. الواقعة دي سميت بالاجوا بنديتا. الاجوا بنديتا او الهولي ووتر او المياه المقدسه. وبالمناسبه دي واقعه معروفه جدا، تقدر تخش تسيرش عليها على جوجل على اليوتيوب على اي حاجه هتلاقيها موجوده في كل حته. واقعه معروفه جدا لحد النهارده الارجنتينيين بينكفوا بيها البرازيليين، لدرجه ان بابا الفاتيكان فرانسيس اللي هو بالمناسبه اصله ارجنتيني لما قابل رونالدينيو في ايطاليا ساله سؤالين. اول سؤال قال له هي الميه كان فيها حاجه ولا كانت ميه بس؟ فرونالدينيو ضحك. وتاني سؤال قال له مين احسن، مارادونا ولا بيليه؟ من وجهة نظر انا بيليه احسن.
بس برضه مارادونا مفيش زيه. باشا دي كانت حكاية جديدة معاكو في برنامج حكاوي الكورة. فلو عجبتك الحكاية يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب. اكتب لي في الكومنتات لو عايزين حكاوي معينة تحبوا تسمعوها، انا عنيا ليكم. تشاو.